مساء الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير. في واقع النهارده غريبة، حادثة منشور تفاصيلها، وحادثة يعني ان هي دارت احداثها داخل ثلاجة مستشفى كبيرة. الحادثة دي في ابنها تعب فودته مستشفى، عملت له فحوصات وابحاث وحاجات، وطبعا ان الطفل مصاب بحالة بمرض نادر. المهم المرض ده استدعى وجوده داخل الرعاية المركزة في المستشفى دي. مستشفى كبيرة يعني، في زي ما بيقولوا ايه، هي كده تبقى ايه، شرق القاهرة. قعد الطفل اسبوعين في الرعاية المركزة وهي ما تعرفش عنه حاجة. ليه بقى انا بقول كده؟ ليه؟ لان هي بتقول، او الكلام بيقول ان هي سألت عليه بعد اسبوعين. طب انت كنت فين اسبوعين؟ مش شايفة ابنك؟ ما تعرفيش ان ابنك تعبان؟ يعني انت كأم ما تعرفيش ان ابنك تعبان وبتتابعيه؟ انت اللي موديه كمان. ازاي اسبوعين ما بتتابعيش ابنك ولا تعرفي عنه اي حاجة؟ وبعدين راحت تسأل، فقالوا لها، هي بتسأل ابنها عامل ايه، فقالوا لها انه توفاه الله. الوضع الطبيعي طبعا ان هي بتنزل على الثلاجة وبتاخد جثة ابنها، وبعد ما بيصرحوا لها باستلامه وانهاء الاجراءات، فما لقيتش الطفل كمان. جاي تفتكروا بعد ان هو تعبان، ما سألتش، مات ما عرفتش، فين وفين على ما سألت كمان. كان الطفل راح فين بقى؟ يعني قولوا لنا كده، حد يساعدني يقول لي الطفل راح فين؟ الطفل كان في ثلاجة المستشفى، الطفل اختفى من ثلاجة المستشفى، الطفل باعوه العاملين بتوع الثلاجة، باعوه لأهل جثة تانية. يعملوا بيه ايه؟ هقول لحضراتكم. العاملة او المسؤولة عن الثلاجة استلموا، هما الاثنين العاملين، سواء اي كان نوعهم مذكر مؤنث ما تهمنيش المسألة، استلموا جثمان لراجل مسن. فجم تاني يوم بيغسلوه، فرد ابنه حفيده قال مفيش طفل كده عندكم كمان يدفن مع جدي علشان يونسوا في قبره؟ رد عليه واحد من المتهمين وقال له انا عندنا طفل ومش هيكلفكوا حاجة، الطفل اللي عندنا هيبقى مش هيكلفكوا حاجة، انا هاخد 200 واللي معايا هياخد 200 بس، وهنديهولكم تحطوه جنب جدكم عشان يونسوا. ايه ده؟ انتوا بتوزعوا؟ انتوا في ايه؟ والام دي فيها ايه؟ وحضرتك كنت فين؟ كنت فين لما اسبوعين 2 طفل بيعالج من مرض نادر في الرعاية المركزة؟ ما تروحيش تسألي عنه يوم ولو بالتليفون، ولو كنت بتسألي عنه كنت عرفت انه مات لحظة موته، كنت رحتي له واستلمتيه او تنهي الاجراءات. معقولة اللي بيحصل في الدنيا ده؟ اسبوعين محدش يسأل عن طفل بيتعالج في مستشفى؟ ده الواحد قلبه بيبقى واكله على اي حد، كل شوية يزن ويون ويروح ويجي. ياه، ايه القلوب اللي عليها حجارة دي؟ ايه قلوب الحجارة دي؟ ايه ده فعلا الآية وصفتكم صح، قلوب كالحجارة او اشد قسوة. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اسبوعين ما تسأليش عن ابنك وما تعرفيش هو فين، وبعد الاسبوعين يموت.
وعلى ما تيجي وتسألي عنه وتعوزي تستلمي الجثة، تكون الجثة تم التصريف فيها من قبل ناس ما عندهاش ضمير، يدوهم لحد تاني يدفنوهم مع راجل مسن قال عشان يونسوا. هو في حد اسمه بيونس حد في القبر؟ انا الحقيقة ما اعرفش، الله اعلم. اذا كان حد نايم جنب حد وبيبقى عارف حلمه ايه، او ده بيطلع على حلمه اثناء نومه وده بيطلع على حلمه اثناء نومه، او بيتكلموا بعض في النوم في المنام، يبقى الميت يؤنس باللي معاه. انا ما اعتقدش الكلام ده صح، والله اعلم. واللي معانا على الصفحة من السادة الافاضل الازاهرة يقول لنا الكلام ده ايه بالظبط. اهلا وسهلا بيكم جميعا. يا ريت بعد اذنكم اللي معانا يقول لنا ايه ده، يعني ايه طفل يؤنس وحشة راجل مسن مدفون جنبه؟ قد تكون خرافات، قد يكون الله اعلم، بس انا ما شفتش كده بصراحة. لان لما بيصعب عليا حاجة بسأل الناس الافاضل شيوخنا الاجلاء، لكن ده انا اول مرة اسمع عليه انه يأنس طفله ويتصرفوا فيما لا يملكه ويبيعوه جثمان بقى امان عندهم في حوزة بقى، يعني عند ربنا. تبيعوه يا ظلمة. والام الجحيدة دي ازاي يا ست انتي يلي قلبك كالحجر؟ ازاي طفلك في الرعاية المركزة اسبوعين ما تسأليش عليه؟ هو الامهات حصل فيهم ايه؟ وما عادش فيه امهات؟ هي امهاتنا خدت الامهات الكويسة معاها ومشيت الا ما رحم ربي. هو في ايه الامهات دي اللي سايبه بنتها على التيك توك ترقص وهي بترقص معاها، واللي وسايبه ابنها برضو يشرب اللي يشربه؟ وفي ايه؟ ودي سايبه طفلها رضيع اسبوعين بيتعالج، ولما فاتوا الاسبوعين ما سالتش عليه اسبوعين، ولما فاتوا الاسبوعين راحت تسال بقى الست بروه عتب، يعني عارفه انه عنده حاله نادره واحتمال يا لا، والله اعلم بقى. يعني مش عارفه الامهات في حاله، معظمها في حاله هو ايه اللي لهيكوا عن عيالكوا؟ عايزه افهم. بتشتغلوا؟ ما كلنا بنشتغل اعمال صعبه جدا طول النهار، تغطيات محاكم، تغطية في الشوارع، في الشمس، في القرف، وبنسأل على لينا وقلبنا وكلنا رايحين جايين يعني، وبنسأل على زمايلنا، بنسأل ايه اللي لهيكوا يا امهات او بعض الامهات عن انك تسألي على ولدك؟ ايه اللي لهيكوا؟ مشغولين بايه غير عيالكم؟ وكل طائرا ألزمناه طائره في عنقه. اكيد لو كنت يا ست الكل ماشي، انا بقول لك يا ست الكل، بصي القسمات وشي لو انت هتشوفيني، لو كنت سالتي ده، لو معاه مرات ابوك اتسالت اكيد كنت هتعرفي انه توفى الله في ساعتها. ده الواحده بتولول وبتاخد جيرانها وبتاخد قرايبها وتمشي تولول وتدخل المستشفى تولول، فين ابني وتصوت وتجري جري على الثلاجه وتصوت، ابني اسبوعين ما تشوفوهوش وما تساليش. الله اكبر، ده كان يبقى معاكي في الجنه يسقيكي كما يقال. انتوا في ايه يا امهات؟ انتوا اتقلبتوا كده ليه؟ ما علينا. المهم ان الاتنين التانيين ما يفرقوش حاجه عن حاله الام، بس يعني انا مش فاهمه هي التلاجة دي كده متسابه يعني ولا ايه؟ مش فاهمه ان هما يبيعوا جثة طفل وكل واحد ياخد 200 جنيه. والله يا بلاش، البني ادم بقى ب 200 بقى ب 400 جنيه. هو في ايه؟ هي المستشفى دي مش بيدخل الجثث دي بتتحط في التلاجة باسماء وبارقام؟ ده بتقعد محطوطة في التلاجة لمدة طويلة جدا عشان لو في شبهة جنائية فيه هو ميت في المستشفى مريض،
بس برضو ازاي ليك حق التصرف انت وهي؟ وتصرفتوا ازاي؟ وازاي بعتوا الطفل ده؟ بعتوا امانة الله، بعتوا ضميركم. وانت يا ستي اللي ما سألتيش عن ابنك هو حصل ايه في المجتمع وفي ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. طبعا تم اختار النيابة والتحقيق، هنشوف هيسفر عن ايه. وهي الست تمسكت بقى بجثة ابنها، عايزة تدفنه. يعني هي ما سألتش عليه وهو حي بيعالج. هو حقها في الاول والاخر انها تدفن ابنها، بس اما يروح المقبرة يبقى حتة سكرة. وفي ايه؟ في ايه يا امهات؟ ما تلتزموا كده وتشوفوا عيالكم وحبوا نفسكم وحبوا عيالكم. انا مش فاهمه، مش فاضيه. بعتي اخوكي، بعتي اختك، بعتي بنتك، بعتي جوزك، متطلقه ابعتي اي حد، جارك، جارتك. والنبي انا ما فاضيه، ممكن حد يسال لي على ابني وروحوا هناك وادوا له التليفون حتى اسمع انه بيعيط ولا اي حاجه على ما اروح له. اروح بالليل واتسلل واقعد ابص عليه، ابص عليه. ده ضنايا ضنايا ضنا حته منك، اعوذ بالله. انت ايه وانتوا ايه يا بايعين ضميركم؟ يا التلاجة كده. انت بتبيع كيلو لحمه؟ انت بتبيع بني ادم؟ انت بتبيع امانه الله. لله الامر من قبل ومن بعد. دي كانت متابعتي دلوقتي، وانا مش عارفه اقول ايه بصراحه. اوجه الكلام للام ولا للمسؤولين عن الثلاجه دي ولا للبايعين ضميرهم، ولا اقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ والى الله ترجع الامور. دي كانت متابعتي دلوقتي. اشكركم والى اللقاء. كان معاكم من اللقاء من المتابعه نجوى عبد العزيز الصحفيه القضائيه. اشكركم لمتابعتكم دفتر احوال، والى اللقاء ان شاء الله.